مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في هذا الفيديو جديد من أخبار الكرة المغربية، حيث نستعرض لكم اليوم تألقات لافتة لنجوم المغرب في أوروبا. نبدأ مع المهدي موهوب الذي تألق بشكل ملفت مع فريقه دينامو موسكو في كأس روسيا. موهوب سجل أول هاتريك له في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ب6 أهداف مقابل 3 أمام كيرليا سوفيتوف. أهدافه جاءت في الدقائق 16 53 و82 ليصبح مجموع أهدافه 5، منها 4 في الكأس و1 في الدوري الروسي. بهذا الفوز تأهل فريقه إلى الدور 16 من المسابقة بجانب المتصدر سبارتاك موسكو. بعد فترة صعبة استطاع يوسف النصيري الرد على منتقديه بهدف حاسم أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي. النصيري سجل هدف التعادل في الدقيقة 4 من الشوط الثاني بعد تقدم المان يونايتد بهدف إيريكسن. رغم بعض سوء الحظ في محاولات أخرى، كان هدف النصيري بمثابة إشارة إلى عودته القوية. سفيان أمرابط واصل تقديم أداء مميز مع فريق فنربخشة في الدوري الأوروبي، حيث ساهم في تحقيق التعادل أمام مانشستر يونايتد. أمرابط صرح بعد المباراة قائلا: المهم أننا لم نخسر في المباريات الثلاث. كان أداؤه ثنائيا بين الدفاع والهجوم، مما جعله لاعبا حاسما في فريقه. ننتقل الآن إلى أيوب الكعبي الذي واصل تألقه في الدوري الأوروبي. الكعبي سجل هدف الفوز لفريقه أولمبياكوس أمام مالمو، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 83. رغم ذلك يعتبر الكعبي من أبرز اللاعبين في فريقه بفضل تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات. عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس واصل تسجيل الأهداف الأوروبية. الزلزولي سجل هدفه الثالث هذا الموسم في الدقيقة 8 من مباراة أمام كوبنهاجن ضمن دوري المؤتمر الأوروبي. رغم أن فريقه تعادل في النهاية، إلا أن الزلزولي قدم أداء رائعا وساهم في الحفاظ على توازن الفريق. أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان اختير ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وفقا لشبكة أوبتن للإحصاءات. حكيمي أنقذ فريقه من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل أمام ايندهوفن الهولندي بتسديدة صاروخية، مما جعله أحد أبرز اللاعبين في هذه الجولة. النجم الصاعد حمزة كمان خطف الأضواء عندما سجل أول أهدافه الأوروبية مع فريق غلاسكو رينجرز في الفوز الكبير على فوتبول إيس الروماني برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي. كمان دخل المباراة كبديل وسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 71، ليكون هذا الهدف بداية مميزة لمسيرته الأوروبية. في مصر قاد يحيى عطية الله فريقه الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بضربات الترجيح. عطية الله سجل ضربته الترجيحية بنجاح وساهم في تحقيق اللقب ال15 للأهلي في هذه المسابقة. زميله رضا سليم شارك في المباراة لكنه أهدر ركلة ترجيح. وأخيرا طارق تيسودالي واصل هو الآخر تألقه مع فريقه باوك سالونيك اليوناني، حيث أنقذ فريقه من الخسارة أمام فريق التشيكي فيكتوريا بلازا في الدوري الأوروبي. تيسودالي دخل المباراة كبديل وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 قبل أن ينجح زميله عبد الرحمن بابا في تعديل النتيجة في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بالتعادل. كانت هذه أبرز الفقرات اليوم في أخبار الكرة المغربية. تابعونا لمزيد من التغطية الحصرية وآخر المستجدات من عالم كرة القدم الوطنية. نتقدم بخالص تعازينا إلى عائلة عبد العزيز برادة وعائلة كرة القدم المغربية. نسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.